احلى مكرونه دي ولا ايه؟ البنات اللي ما بتعرفش تطبخ انا هعرفهم ازاي يعملوا المكرونه. بصي يا حبيبتي، معلقه سمنه او معلقه زيت زي ما تحبي، معلقه سمنه على زيت زي ما انت عايزه. حطي قرن شطه، بس انا عشان انا بحبها سبايسي فحطيت قرن شطه، انت مش عايزه تحطي ما تحطيش. وتجيبي حله فيها ميه وتسيبيها على النار لما تغلي. وبعد كده تجيبي تعصري طماطم وتدلقي الطماطم في على السمنه او الزيت وتسيبيها لغايه ما تتسبك، وحط لها ملح وفلفل. انا ما بحطلهاش اي بهارات يا بنات تانية، هو ملح وفلفل بيبقى جميله جدا وبيبقى طعمها جميل، بتديك طعم المكرونه. بصي ما بيتغيرش الطعم بتاعها. في ناس كتير بيحطوا بهارات تانية، الصراحه انا ما بحبش البهارات. كده الميه بتاعتنا غلت اهيت، سقطت المكرونه واسيبها لغايه ما تستوي، ما بسيبهاش تستوي جامد فيها علشان ما تعجنش، وفي نفس الوقت علشان انا بحب ان هي تطلع تاخد من التسبيكه، تشرب كده من التسبيكه يا بنات. التسبيكه بتاعتنا خلص اهيت، والمكرونه خلاص اتسلقت، حطيتها. شايفين؟ بسيبها بقى على النار تتشرب، هتاكلوا احلى مكرونه. ده احلى طبق مكرونه ممكن تعملوه في حياتكم يا بنات. جربوا، ولايك لو الفيديو عجبكم، لايك وكومنت وشير لو سمحتوا، واكسبلور بالله عليكم. كومنتات لو سمحتوا، حتى لو هتشتموا في الكومنتات بس كومنتات يعني، عشان تعبي ده كله ما يروحش على الفاضي. لو سمحتوا. دمتم في خير يا حبايبي.